أنا بشكركم جدا، وبشكر كل الإعلاميين اللي كانوا متواجدين معنا في المغرب بمساندتهم للمنتخب وروحهم العالية. وسعيد جدا إن احنا كنا في بطولة قوية جدا كانت موجودة في دولة شقيقة أفريقية عربية، ولقينا كل احترام وتقدير هناك في حاجات كتير في المعيشة هناك والإقامة. فأنا من البطولات اللي أنا كانت مهمة جدا في تاريخ الكرة المصرية، وأنا سعيد بما ربنا وفقنا فيه، وإن شاء الله مزيد من التعاون ومزيد من إحساس بمجهود اللي حصل من الجميع، خاصة اللاعبين والجهاز الفني. الموضوع من أول بقالنا سنتين دلوقتي بنكافح وبنقاتل عشان نفرح الشعب المصري ونفرح جماهيرنا اللي هي تثق فينا. وانا سعيد بالاحساس النبض الشارع في الفترات الاخيره واحنا بعيد حتى، ولما رجعنا حاسس الناس راضيه، وده كان بالنسبه لي بعد رضا ربنا، هو رضا الناس ثم المسؤولين. الحمد لله ان احنا ما قصرناش. وبشكر لعيبه المره الاخيره والمره الثانيه لفعلا حبهم لبلدهم. والنشيد الوطني اللي انتوا سمعتوه ده صدقوني مش سهل ان انت تسمعه في اي مناسبه، في اي وجود، سواء هنا او في مباراه أو قدام جماهير وقدام شعب تاني اخر. الموضوع مش سهل، فتمثيل مصر مش سهل، والسعي للنجاح وفرحه وان انت تفرح الشعب المصري مش سهل. فارجو ان احنا نبقى، يعني انا ما كنتش هفتح القصه دي، ولكن ارجو ان احنا نحترم بعضينا جوه مصر عشان الناس كلها تقدرنا خارج مصر. فكلنا احترامنا لنفسينا بيفرق كتير وبيكبرنا قدام الناس كلها. بشكركم جدا.